حبايب قلب زوزو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كده دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. عايزه اقول لكم بقى ان انتوا وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. قبل ما نبدا فيديو النهارده بقى ما ننساش نصلي ونسلم على رسولنا الكريم علشان نلم حسنات كتير كتير. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا بقى، عايزه اقول لكم بحب اشكر كل حبايب قلبي اللي دخلوا معايا القناه جديد. انتوا على راسي واخواتي، وشرف ليا طبعا وجودكم معايا. فالنهارده بقى روتين تشجيعي وتحفيزي وكله طاقه ونشاط ورغاوي. بصوا عايزه اقول لكم كده حاجه من الاخر. المهم، تعالوا نبدا الفيديو بتاعنا كده ونقول اللهم اني اتبرأ من حولي وقوتي الى حولك وقوتك يا ذا القوه المتين. اللهم دبر لي امري فاني لا احسن التدبير. يا ريت كده حبيبه قلبي لو دخلت معايا القناه لاول مره اكون شاكره ليكي طبعا ان انت كده تعملي لي لايك وتشتركي في القناه من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو ده على طول، وتكتبي لي كومنت حلو منك زيك كده علشان يشجعني ويحفزني ودايما انزل معاكم فيديوهات. عايزه اقول لك بقى ان روتينات زوزو غير. ان شاء الله ادخل عليكي طاقه ايجابيه كده وتقومي تتشجعي. قناتنا اقتصاديه، مش يعني بنعمل حاجات، احنا بنعمل حاجات كلها على قد الايد. ما بنعملش حاجات هاي وحاجات كده يعني، لا احنا بنشتغل على اساس كل بيت مصري بيبقى موجود في الحاجات دي. خلاص كده. بص بقى يا ست البنات، النهارده نعمل غدا مع بعض، وكمان عندنا غسيل وعندنا تنظيف وهنسيق الدنيا كده. فكان عندي نص كيلو لحمه كده، وكنت جايبه بسله، فقلت ايه اعمل النهارده بقى لحمه في البسله. طبعا بقى زهقنا من الاكل اللي هو الارداحي ده اللي احنا عملناه مع بعض كتير ودبرنا الدنيا، بس ايه مش كل الايام يعني هنقضيها كده، وعشان الولاد طبعا ما ينفعش. المهم بقى كده ايه، جبت نص كيلو لحمه على قدنا يعني، احنا عيله صغنونه كده مش كتير قوي. المهم كان عندي بقى كده لحمه، فقلت خرجتها من الفريزر من بدري يعني من الصبح اول ما صحيت، ورتبت الدنيا وروقت الشقه بقى، وقلت ايه ادخل اشوف اللي ورايا. ف مسكتها بقى كده تشويحة خفيفة. نزلت الأول السمين أو الدهن اللي موجود فيها، عشان حاجة اسمها يسلى يعني ايه، يعني ينزل كل الدهن اللي موجود فيه. نعم، عايز ايه؟ اكل دمه. كله. المهم بقى ايه، بعد ما سبتهم كده شوية ينزلوا السمنة اللي فيهم، نزلت عليهم بقى اللحمة وعليها كده بصلاية صغننة متقطعة وطماطماية والبهارات بتاعتهم، وسبتها بقى ايه تتشوح براحتها. وكان عندي جزر متقطع كده، خدت من جزر البسلة على فكرة وحطيت عليها ايه شوية. تمام. المهم كان عندي بقى جوزة الطيب، كنت ناسياها، فمسكت كده واحدة وبشرت شوية عليها وسبتها بقى، وطيت عليها شويه وسبتها ايه، عليت الاول. تمام، عليت الاول بحيث انها تاخد صدمه، وبعد كده وطيت عليها بقى عشان ايه البصل والطماطم والبهارات كده يطلعوا طعم فيها وتبقى حلو. انا بعملها بالطريقه دي، يا ترى بقى انت حبيبه قلبي بتعمليها ازاي؟ المهم بقى كده قلت ايه اجهز التسبيكه بتاعت البسله. انا بعمل البسله بطريقه مختلفه، مش عارفه انتوا بتعملوها برضو كده ولا لا، كل واحد فينا طبعا يا جماعه له طريقه. خلاص. فانا طبعا مش بعلمك ولا حاجه يا حبيبتي، احنا بنستفاد من بعض. ممكن انت تاخدي مني معلومه وممكن انت تقولي لي على معلومه. خلاص كده. طبعا كنت مفرطه البسله لسه دي طازه على فكره، بسم الله ما شاء الله. وقطعت لها كده شويه جزر، اللهم بارك. في ناس بقى بتسلق البسله الاول، وفي ناس بتحطها زي كده. انا حمرت بصلايه كبيره حلوه، ورحت منزله عليها البسله على طول. خلاص. المهم نزلتها بقى، بسيبها تتشوح كده الاول شويه في البصل بقى ينزل صوص كده، عايزه اقول لكم بيدي طعم جدا جميل للبسله. فسبتها كده بقى تتشوح مع البصل شويه، وبعدين قلبت بقى كده شويه وحطيت لها شويه بهارات وغطيت عليها وسبتها. تمام. طبعا اليوم ده بقى كان عندي غسيل برضو، كانت ايدي في كل حاجه يعني، اللي هو ايه مش في الاكل طبعا لوحده يعني. خلاص. المهم بقى كان هنا خلاص اللحمه لقيتها بقى بدات ايه تنشف من السوائل اللي هي نزلتها. رحت غاليه في الكتل كده شويه ميه ونزلتها عليه. خلاص. فعايزه اقول لك بقى، قولي لي انت بتتابعيني منين، واكتبي لي كده كومنت حلو منك زيك يشجعني ويحمسني ويفرحني ويحسسني ان انا ليا اخوات كده حبايب قلبي بيحبوني. فجبت كمان كده 3 4 فصوص توم وقطعتهم على البسله.
هتنزلي الطماطم امتى؟ هنزل الطماطم اول ما تلاقي البسله بتاعتك بصي زي ما انت شفتها معايا كده، بتلاقيها كده ايه مسكت في بعضها وتحسي ان القشره بتاعتها طرت. خلاص نزلت عليها بقى الطماطم وهسيبها برضو تستوي لما الطماطم تستوي خالص وتتسبك. تمام. حطيت الاكل بقى على النار وظبطت دنيتي، وطبعا كنت مروقه الشقه بره ومروقه كل حاجه، وكان عندي بقى دول المواعين دي مكان ايه، مكان الاكل اللي احنا بنجهزه. خلاص. المهم بقى ايه اول ما الشوربه غلت على طول رحت موطيه عليها. بصوا بقى عايزه اقول لكم شوربه زوزو تختلف والله العظيم. كان حماية دايما يقول لي ربنا يرحمه يا رب، بالله عليكم كنتوا ترحموا عليه كده في الكومنتات. عليكي طبق شوربه يا زوزو يفتح النفس. فالحمد لله والشكر لله، ده بفضل الله طبعا وبفضل امي، ربنا يبارك لي في عمرها يا رب وما تحرم منها طول ما انا عايشه يا رب. والست الشاطره دايما عايزه تتعلم اكتر. حتى انا لو كنت متجوزه برضو معرفش بعض حاجات، فلو انت عايزه ومصممه ان انت تتعلمي فانت هتتعلمي، هتسالي، هتعرفي، هتبحثي على اليوتيوب كده وتدخلي تشوفي طريقه عمل كذا، طب هتتابعي كذا واحده وتشوفي طريقتها طريقه واتنين وتلاته، وتعرفي دي بتتعمل ازاي ودي بتتعمل ازاي. اما لو انت بقى مكبره دماغك ومش همك تتعلمي متتعلميش، تعرفي متعرفيش، فده هيأثر اولا عليكي على جوزك وعلى اولادك. صدقيني ما عادش في الايام دي واحده ما تعرفش تطبخ لاولادها، او واحده ما تعرفش تعمل اكل بيتها ولجوزها. فالمهم حبيبتي حاولي ان انت تتعلمي، حاولي ان انت تثقفي نفسك. هثقف نفسي في الاكل يا زوزو، هثقف نفسي في الاكل. عايزه اقول لك انا بتابع قنوات روتين تنظيفات بيت، ازاي ان انا يبقى عندي طاقه كده، ازاي ان انا لو متضايقه ومش حابه انضف اقوم ارتب نفسي وارتب دنيتي. فانت حبيبه قلبي خليكي دايما عايزه تبقي للاحسن، ما تخليكيش واقفه عند نقطه معينه. فخليكي دايما كده ايه حابه ان انت تبقي كويسه، حابه ان انت تبقي بيتك حلو، يعني حاولي تنظمي وقتك، تنظمي حياتك. فاهمه قصدي ازاي؟ المهم بقى يا ست البنات انا اسفه طبعا عشان لو في صوت ميه. السوق انا كنت جايبه بقى طماطم كمان من السوق وعملتها كده ايه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عملتها صلصه، يعني هعملها ان شاء الله. فانا بعمل فيها ايه دلوقتي، بنضفها واظبطها واعمل طريقه صلصه حلوه جدا ان شاء الله، برضو هنزلها معاكم غير اللي احنا سوينا الطماطم مره مع بعض. بس بما انه روتين تعالى نتكلم شويه سوا كده مع بعض. ف انا بقى كان عندي غسيل زي ما قلت لكم، مش هقعد بقى جنب الغسيل عبال الغسيل ما يخلص وبعدين اجهز اكل للولاد. هم ملهمش ذنب وما يعرفوش كده طبعا، يعني دول ولاد صغيرين، انت ممكن تصبري على نفسك، هم ما يعرفوش الكلام ده. هم عايزين يجوا مثلا من دروسهم يتغدوا، لهم ميعاد معين في الاكل لازم ياكلوا فيه. خلاص. المهم بقى كده خلصت غسيلي ونشرته وانا معاكم، يعني كل ده بعمله وانا معاكم. خلاص. المهم بقى ايه مسكت الغسالة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معلش اعذروني لان اليومين دول والله يعني المود كده مش مظبوط والواحد مهيبر، فانا اسفه لو انا بقطع معاكم في الكلام. مسكت الغسالة بقى لانها ما كانتش عجباني اصلا، مسكتها كده بالفرشه ظبطتها. مش هقول لك كل يوم اغسليها، مش كل مره تغسليها، لا انا بغسل قلبها كل مره بطوقها بالفوطه من فوق كل مره. بس بقى ايه مثلا تمسكيها من تحت كده تغسليها كويس، تعمل لها دوره كده بالخل والملح وليمونه، او مش عارفه انتوا بتعملوها بقى ازاي. المهم تعمل لها دوره كده وتنضفوا الدنيا ويبقى ريحتها حلوه عشان حاجتك تفضل معاكي ومساعداكي. ما تقعديش تبوظي في الحاجه وتيجي في الاخر تلاقي حاجتك مش حلوه. انا بفضل الله والحمد لله بقالي 14 سنه زي ما انتوا شايفين حاجتي ومطبخي ودنيتي، الحمد لله والشكر لله بفضل الله. يعني كل ما انت ايدك في الحاجه وايدك بتنظفها وايدك بتروق حاجتك هتلاقي حاجتك نفعاكي، مش هترجعي تشتري ومش هترجعي تحتاسي. فاهمه قصدي ازاي؟ المهم يبقى داخل علينا شهر رمضان، ربنا يدخل علينا كده يا رب بالامل والفرحه ويا رب كده يعوض صبرنا خير، اللهم امين. انا وانتم وكل السامعين، وبالله عليكم تدعوا لي دعوه حلوه كده من قلبكم.
لان بجد والله محتاجه دعاكم. ربنا اعلم يعني ايه اللي موجود فيا وفي قلبي. انا بطلع فضفض معاكم كده، بس ربنا الاعلم بكل واحد بيبقى شايل ايه يعني في حياته. في حاجات طبعا ما ينفعش تتقال، في حاجات ينفع اقولها لكم. فاللي هو ايه، الحمد لله والشكر لله على كل حال. ربنا ما بيديش كل حاجة، فلازم نرضى، لازم نرضى بكل اللي ربنا يجيبه. الحمد لله والشكر لله. اهم حاجة الستر والصحة من عند ربنا، دول بالدنيا وما فيها. طول ما فينا صحة الحمد لله وفينا نفس، فان شاء الله هنعمل كل اللي احنا عايزينه ان شاء الله بفضل الله. فاكون شاكرة لكم لو نزلتوا كده كتبتوا لايك، كتبتوا تعليق حلو منكم وعملتوا لايك على الفيديو. ويعني بقى كده اكون بتقل عليكم لو انتوا شيرتوا الفيديو لاصحابكم بقى وحبايبكم. فبص بقى يا ست البنات، زوزو روقت المطبخ، خلت الدنيا فله. الحمد لله خلصت اللي ورايا بقى وظبطت دنيتي. ده كله طبعا ده قبل العصر ما كان اذن، كنت مروقه كل حاجه بفضل الله. عايزه اقول لكم بقى، كنت جايبه كده المفروض يعني المقطع ده يكون في اول اصلا الفيديو، بس معلش بقى انا ما منتجتوش، كان في الاخر فمش مشكله. بيجي عندنا كده ناس يعني او حد بتوع بريل، بيبيعوا بريل بقى ومعطر وديتول وبصوا باور وكل حاجه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني. المهم بقى يا ست الحبايب، كنت جبت منهم بقى كل كيس من اللي انا بجيبه ده ب5 جنيه، والله العظيم ب5 جنيه. فعشان كيس الاريال اللي انا بستخدمه مش هيكفي معايا حاجه، فهو انت لازم تمشي دنيتك. لو انت مثلا حطيته في الغساله عايزه لها بس لوحدها، كيسين اريال، كيسين اريال بكام؟ ب10 جنيه. لا انا بجيب حاجه اسمها عجينه وحاجه اسمها اوكسي سايل اللي هو انا بنزله دلوقتي حالا، ده اللي لونه موف ده. وبجيب حاجه اسمها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عجينه واوكسي سايل وبرسيل جل، خلاص، والمعطر بتاعي. طبعا بقى ربنا راضيكي ومعاكي. انا كنت بجيب بصوا كونفورت اهوت، اللي هو المعطر اللي بيتشرى ده، وبرضه كنت بجيب فريدة. بصوا يعني مش كل الايام بيبقى ايه الدنيا ماشيه معانا، فاللي هو ايه لازم نمشي نفسنا وندبر الدنيا. وكنت بجيب دوني، فالعلب دي اللي كانت فاضله كنت بجيب فيها يعني على قد لما كنت الدنيا ماشيه، برضه مش بحرم نفسي يعني بجيب خلاص. طبعا بقى ايه ظبطت الدنيا ورصيتهم كده، انا برصهم اعزهم الله فوق في الشباك بتاع الحمام عشان يبقوا جنب ايديا كده. ولما اجي اغسل بقى مثلا احط غطا واحد في الغساله مع الباكو الاريال ابو 5 جنيه. ابو 5 جنيه يا زوزو هيكفيكي؟ اه والله بيكفيني. ابو 5 جنيه بحط معاه بقى كده غطا عجينه، غطا برسيل جل، غطا اوكسي سايل، بيظبط لي الدنيا. الخمسات اللي انا جبتها ده، انا قولي مثلا جبت ب25، دول بيجيبوني مثلا الاسبوع او 10 ايام غسيل، خلاص. فدايما حاولي تدبري نفسك وتمشي الدنيا. خلصت بقى كده الاكل، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الشعريه بقى كده اخدت لون زياده برضو، بس غصب عني على فكره، ما بحبهاش كده، بس المضطر بقى لازم يمشي الدنيا. المهم اللهم بارك، الاكل كان زي الفل. وعايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا في الله. يا رب يكون روتين النهارده عجبكم وحفزكم، دخل عليكم طاقه ايجابيه كده. يلا قومي اتنشطي، لو وراك اي حاجه اعمليها، ما تاجليش عمل النهارده لبكره. استنوني في فيديوهات تانية كتير، مع السلامه.